Hi mochis and young, welcome back or welcome to my channel if you're new. عامله لكم سلسله جديده عشان عايزه افيدكم على قد ما تقدروا قبل ما تخشوا الجامعه. الفيديو الاولاني كلمتكم عن نصايح هتفيدكم جدا لو انتوا داخلين الجامعه السنه دي او ان شاء الله هتدخلوا الجامعه السنه الجايه اللي بعديها. عامه نصايح لازم تبقوا عارفينها قبل ما تخشوا الكليه. قلت لكم كل حاجه بجد كان نفسي تتقال قبل ما اخش انا الكليه، فلو لسه ما شفتوش الفيديو ده هتلاقوه على القناه اوريدي. في فيديو النهارده بقى تاني فيديو لهذه السلسله، هقول لكم تنسيقات او لبس لازم تجيبوه، لازم يبقى عندكم، هيفيدكم جدا للجامعه ومش بس للجامعه كمان للدروس. هو لبس مريح، قطع كده معينه لازم تبقى عندكم في الدولاب عشان هتعملوا منها اوتفيتس او لبس كتير جدا من كام قطعه صغيرين. فحطيت اللبس ورايا هنا اهو. انا بجد فتحت الدولاب بتاعي وشفت ايه الحاجات اللي انا كنت بلبسها وقت الجامعه، كانت بتريحني، كانت مفيده جدا، كانت كمان بتختصر لي في الوقت عشان الواحد بيبقى مستعجل وعايز يخلص، وكمان شكلكم هيبقى حلو، فهتلبسوا حاجه مريحه هيبقى شكلكم حلو، هتلبسوها بسرعه، فالفيديو ده هيبقى مفيد جدا ليكم. يلا خلونا نبتدي الفيديو، مش عايزه اعطلكم. كمان في الفيديو الجاي هينزل بعد بكره اعتقد، هوريكم ازاي تعملوا هذا الميك اب لوك بسيط خفيف حلو جدا للكليه، فانتظروا هذا الفيديو. يلا بينا خلونا نبتدي اساسيات لبس الجامعه والدروس. يلا بينا. لو بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير، عشان انا عارفه الفيديو ده هيبقى مفيد جدا ليكم، فحاولوا تفيدوا بنات تانية عشان يستفيدوا على قد ما نقدر. يلا بينا. اول قطعه وهي قطعة مهمة جدا، أنا بالنسبة لي كانت من أهم القطع صراحة، هي البيسكس اللي بنلبسها تحت اللبس زي اللي أنا لابساها مع الشميز دي. طبعا انتوا لما تيجوا تشتروا يا جماعة ما تشتروش مليون لون، هما الألوان البيسك اللي هنحتاجها اوف وايت الاسود ده بيبقى شكلها اوكي. هو بيسك شيرت عادي جدا، فهتجيبوا اللي بنص كم عشان ده بيبقى مهم جدا، واللبس ده ينفع محجبات او غير محجبات. فاول حاجه انصحكم بيها اللي هي بتبقى نص كم لان دي بتبقى مريحه، وبرده هاتوا اللي بكم لان ممكن تحتاجوها في بعض اللبس، ساعات اكمامه مثلا بتبقى واسعه فبنحتاج ان احنا كمحجبات يعني نغطي ايدينا وكده، فاللي هتحتاجوه البيسكس دي نص كم، وكمان اللي بكم بالالوان اللي هي البيسك الابيض او الاوف وايت والاسود. وبعد كده بقى لو حاسين ان انتوا عايزين الوان تانية يبقوا هاتوها، بس بلاش تجيبوا حاجات كتيره في الاول، شوفوا انتوا هترتاحوا في ايه. البنطلونات اللي هنلبسها في الجامعه نلبس ايه؟ تعالوا اوريكم. اول حاجه لو انتوا بتحبوا شكل الجينزات بس عايزين تلبسوا نوع جينز مريح، هتجيبوا ده يبقى شكله هكذا اوكي، ده شكله ويبقى اسمه جينز وايد ليج، يبقى شكله كده هو واسع على واسع ونازل كمان على واسع. طب ليه انا بفضل ده؟ لانه بيبقى مريح جدا في الكليه والدروس. مش عايزين في الكليه والدروس نلبس حاجه سليم او كده، اولا لانه هيضايقكم جدا وانتوا قاعدين وانتوا بتتمشوا، كمان في الحر هيخنقكم، فبجد احنا بنحاول ان احنا نوسع في اللبس عشان بجد ده هيريحكم جدا عن خبره صدقوني. فده اكتر نوع كان بيريحني اللي هو الوايد ليج، واسع ومريح، هتحسوا ان انتوا مرتاحين وانتوا لابسينه. وده لو انتوا عايزين تلبسوا جينز يعني، مع انه جينز مش افضل حاجه برضو في الجامعه والدروس، بس لو عايزين تلبسوا جينز فهو الوايد ليج جينز. طبعا اللون بقى زي ما انتوا عايزين يعني، كل واحد وذوقه. ممكن تجيبوا اسود، بلاش طبعا نجيب ابيض بقى والالوان الفاتحه دي يعني، نحاول يعني لو هناخد فاتح فيبقى اللي هو جينز، لكن ابيض وكده بلاش. وشوفوا بقى اللون اللي انتوا بتحبوه في الجينز، بصراحه الالوان مش فارقه قوي يعني، الموضوع ده كله اذواق. البنطلون بقى اللي انا كنت بلبسه حرفيا كل يوم في الجامعه لان هو اريح بنطلون ممكن تلبسوه. البنطلونات اللي هي ايه، انا مش عارفه الصراحه خامه هي قطن ولا ايه، بس البنطلونات بصوا دي خامتها هي مش جينز، هي تقريبا قطن، بتبقى استك من هنا، فبتبقى برضو مريحه وانتوا لابسينها في الدروس والجامعه. وبرضو الستايل بتاعها وايد ليج يعني بيبقى نازل على واسع، بصوا واسع، فانتوا لابسينه بتبقوا مرتاحين جدا، مش بيبقى ماسك على جسمكم، فطول ما انتوا قاعدين وانتوا بتتمشوا رايحين مواصلات مش عارفه ايه، ده اريح حاجه ممكن تلبسوها بجد في الجامعه. زي ما قلت لكم باستك من هنا، فالموضوع بيبقى مريح، وهو اصلا خامته كده طريه وجميله. وده بقى ممكن تجيبوا برضو منه الوان. طبعا انا بفضل الساده عشان الساده بيبقى سهل ان انتوا تنسقوه مع حاجات تانية كتيره. برضو انا كنت جايبه كده 2 اللي هما فيهم نقشه عشان ساعات كنت بزهق من الساده، وفي الجامعه انا بنزل كل يوم جامعه فببقى عايزه اغير اوتفيتس، فممكن تجيبوا نفس الستايل ده بس في نقشه والوان تانية لو حابين. بس في الاول خالص هاتوا الالوان البيسك، فممكن نجيب مثلا اسود، ممكن نجيب لون اللي هو الازرق او يعني شبه للجينز، او بيج. البيج بيبقى حلو برضو بس هتاخدوا بالكم شويه لان هو لو توسخ بيبان فيه الوساخه. ده كده بالنسبه للبنطلونات، مش محتاجين تجيبوا بنطلونات تانية، هم دول هيريحوكوا جدا وهتقدروا تعملوا لهم ستايلينج مع كذا حاجه تانية. قطعه ما ينفعش ما تبقاش عندكم في الدولاب، هو
ابيض. القميص ده هيتلبس بمليون الف 500 الف طريقه، بصوا مليون الف 500 الف. ده كان بالنسبه لي حاجه اساسيه جدا في الدولاب. دي القطعه اللي بلبسها لما اكون انا مش قادره افكر في اوتفيت، هلبس بنطلون مريح وهلبس فوقيه ده، خلاص عملنا اوتفيت شكرا يلا بينا ننزل. فده مهم جدا. هيتلبس مثلا في الشتاء تحت حاجات، هيتلبس هو كهو المين، هيتلبس هقول لكم مثلا تلبسوه تحت فستان فوق فستان. بصوا هو ده قطعه عامه عندكم في الدولاب، وبخشوا بقى شوفوا ستايلينج كده عندي مثلا على انستجرام او افتحوا بنترست وخدوا افكار. لكن هذه القطعه شميز ابيض ما ينفعش ما يبقاش عندكم في الدولاب، لان بجد بجد هيفيدكم جدا جدا جدا. انا بقى كفرح يعني بعشق حاجه اسمها قمصان زي ما انتم شايفين كده. انا بالنسبه لي دي كانت قطعه ما بستغناش عنها في الجامعه، لان هي حاجه بلبسها على طول، بتبقى مريحه، بتبقى اوفر سايز، مريحاني، وسهل جدا في التعامل في الكليه، سهل جدا في الستايلينج، واقدر اقفلها، اقدر افتحها، البسها على فستان، البسها على جيبه، بجد ليها ستايلينج بطرق كتيره. فانا شخصيا كفرح انا دي اكتر قطعه عندي في الدولاب اللي هي الشميز، او ده بيبقى شكله بالوان بقى متعدده. الابيض طبعا لانه اهم حاجه، فده اول حاجه تجيبوها. بعد كده بقى تشوفوا الميزانيه بتاعتكم وتجيبوا الوان برضو الوان مريحه بالنسبه لكم. انا مثلا بحب البينكات دي، انا بحب الالوان عامه، بس في ناس ما بتحبش الالوان، فممكن تجيبوا بيج، الالوان اللي هي الهاديه. تجنبوا الاسود عامه، لانه بالذات لو احنا لسه بنروح الجامعه او الدروس في الصيف، فابعدوا عن الاسود على قد ما تقدروا. حتى في البنطلونات يعني يا اما تاخدوا جينز يا اما بيج، عشان الجو بيبقى صعب وبيمتص الحراره بجد. بس القمصان عامه دي قطعه مهمه جدا مفيده، زي ما قلت لكم بتقدروا تعملوها ستايلينج كذا مره. الالوان بقى اختاروها على حسب ذوقكم عادي براحتكم، بس يعني دي قطعه كتروا منها شويه. حاجه بقى اول ما شفتها عندي في الدولاب افتكرت ان انا ما كنتش بستغنى عنها بالذات في اوقات الكليه، وهي السيتس. يعني ايه سيت؟ هما بتشتروهم كده على بعض، بيبقوا قطعه بتبقى كارديجن ومعاها البنطلون بتاعها. طبعا فكوكم اللون ده، ممكن تجيبوا الوان هاديه، بس زي ما قلت لكم انا بحب الالوان وما عنديش مشكله ان انا في الجامعه او في الدروس او كده البس الوان، بس انا عارفه انه في بنات كتيره ما بتحبش الموضوع ده. فبصوا يا جماعه موضوع الالوان والنقشه دي براحتكم بقى، بمزاجكم بستايلكم، بس انا بديكم الفكره. السيتس زي ما قلت لكم هي بتيجي كده، بتيجي ده اسمه كارديجن، بيجي من فوق كده برضو واسع وطويل، والبنطلون اللي تحت زي الستايل اللي قلت لكم عليه، زي البنطلون الاسود اللي هو باستك من هنا كده، وبيبقى نازل على واسع وايد ليج. ليه بقى انا بقول لكم السيتس دي هتبقى your best friend حرفيا في الجامعه والدروس؟ لان هما قطعتين بنقدر اولا نلبسهم على بعض. لو في يوم انا مش قادره افكر احط ايه على ايه، هما الاثنين هيتلبسوا على بعض، حتى لو كانوا نفس اللون بقى مش نقشه، يعني لو كان لون ساده بيج بينك اورنج وات ايفر، هيتلبسوا على بعض، خلاص عملنا اوتفيت يلا ننزل الكليه. ممكن في يوم البس البنطلون لوحده والبس فوقيه قميص، البس فوقيه كارديجان ساده، في يوم تاني البس الكارديجان على بنطلون جينز. فاحنا من قطعتين عملنا تقريبا 3 4 5 اوتفيتس. فالسيتس دي بجد يور بيست فريند في الدروس والكليه، لان تقدروا تستخدموا القطعه دي لوحدها القطعه دي لوحدها او مع بعض. الستايلينج بتاعه تقدروا تعملوه بطرق كتيره جدا. فالسيتس دي مهمه جدا تبقى عندكم. وبرده الالوان بقى والنقشات دي على حسب مزاجكم، مش فارقه صراحه. خلاص قربنا نخلص، حاجات بجد بسيطه بس تقدروا تعملوا منها ستايلينج كتير قوي. حاجه مهمه جدا مش في الصيف ولكن في وقت بقى ايه اللي هو خريف شويه اوائل الشتاء، الجاكيتات الجينز. وبرده في الربيع يعني بصي هي قطع كده لازم تبقى برده عندكم في الدولاب. الجاكيتات الجينز برده هتجيبوا الالوان اللي هي ايه البيسك. برده تجنبوا الابيض عامه، يتجنبوا الابيض في الكليات وكده، فاللي بيبقى اهدى منه شويه البيج، يعني لو انتوا عايزين تلبسوا حاجه فاتحه او الوان الجينزات. ده عندنا ستايلين عامه من الجاكيتات الجينز، ده اللي هو اللي احنا عارفينه كلنا، وده بيبقى طويل، وانا بحب الطوال عشان لو انا هلبس بنطلون فيبقى طويل وواسع، بيبقى مريح. بيبقى مريح، بس اختاروا خامه الجينز تكون حلوه ما تبقاش ناشفه عشان يبقى مريح. وبيبقى حلو جدا بنلبس تحتيه بيسك زي اللي انا وريته لكم، زي اللي انا لابساه ده، يتلبس على طول قطعه واحده يلا بينا ننزل، برده سهل جدا. فالطويل ده حلو جدا، ممكن نلبسه على ايه؟ ممكن نلبسه على بنطلون، ممكن نلبسه على جيبه، وممكن نلبسه على فستان، فبيتلبس على حاجات كتيره جدا. وقطعه مهمه جدا لازم تبقى عندكم في الدولاب. هاتوا واحد بس، يعني مش لازم تجيبوا كتير، وهاتوا اللون اللي انتوا شايفين هتقدروا تنسقوه على الالوان اللي عندكم في الدولاب. تاني حاجه برده جاكيت جينز بس بيكون كروبت، بيكون قصير. عايزه اوريكم شكله، بصوا بيبقى كده اوكي، وده حلو جدا. انا بالنسبه لي برضو ده كان قطعه مهمه جدا، كنت بلبسه على جيبات، كنت بلبس عادي البيسك اللي انا لابساه ده، فبنلبس بيسك وبنلبس ده فوقيه، وبلبس
تحتيه بقى جيبه، او بلبسه على فستان. لو انا مثلا عندي فستان قط ومش قادره بقى ان انا البس حاجه بكم وكده والبس بادي ومش عارفه ايه وكده، فخلاص بروح حاطه ده من فوقيه فستان القط وخلصنا. لو الدنيا بقى بدات اللي هي تبقى خريف شويه، برضو بلبس ده فوق الفساتين بتاعتي، فبيبقى حلو جدا ان هي قطعه بتتحط على طول، وبيخلي اصلا الاوتفيت شكله حلو. يعني بدل ما يكون هو فستان كده مثلا ساده او شكله مش حلو، بنحط القطعه دي فوقيه الجاكيت الجينز، فبيديها كده شياكه، في نفس الوقت بيبقى مريح. فعامه الجاكيتات الجينز من اكتر الحاجات المهمه عندكم في الدولاب، ما تكتروش الالوان، هي كده لون ولون وخلاص تمام حلو جدا. اخر بقى حاجتين في اللبس، الجيبات. طبعا انا يعني مش هقول لكم على اهميه الجيبات، انا زمان ما كنتش بلبس جيبات، ولكن في الفتره الاخيره بقيت احبهم جدا، لان بجد يا جماعه من اريح الحاجات اللي ممكن تلبسوها في الحياه. الجيبات بقى انا شخصيا على جسمي انا كان بيليق معايا اللي هو البليسيه، اللي هي الجيبات البليسيه، برضو باستك من هنا عشان الراحه. تجنبوا الجيبات الجينز اللي هي الخامه بتاعتها تقيله ومش مريحه، عشان في القعاد وفي المشي يعني بجد مش تبقى عمليه خالص، وبتبقى كمان حر، فبلاش خالص. اي بقى نوع جيبه انتوا بترتاحوا فيه، اي شكل جيبه انتوا بترتاحوا فيه، بس عامه الجيبات من الحاجات المهمه جدا لازم تبقى عندكم في الدولاب. انا بحب الساده عشان بقدر اعمل عليهم ستايلينج، اي حاجه من فوق بقى قميص لون مش عارفه ايه، او كنت جايبه كده 2 تقريبا اللي هي الجيبات اللي فيها نقشه او فيها الوان او كده، عشان تغيير، عشان برضو ساعات الواحد بيزهق من حاجات الساده، فيعني تجيبوا واحده ساده وواحده مثلا نقشه، بس كده خلصنا. الجيبه حاجه عمليه جدا، بنحطها مره واحده مريحه وكله فل تمام. بس انا عندي كان مشكله مع الجيبه في وقت الشتاء مع الهواء بقى والمطر وكده، الجيبات ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لي، فكنت بلبس اللي هي البنطلونات الواسعه. اخيرا بقى وليس اخيرا، بس لسه هقول لكم الجزم والشنط، بس يعني اخر حاجه في اللبس الفساتين. طبعا 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 ناس بتقول لي لا انا مش هلبس فستان في الكليه ومش هلبس فستان في الدروس. جماعه الفساتين احنا مش رايحين فرح، الفساتين تبقى عادي. انا هوريكم مثلا الفستان ده انا بعشقه، مريح جدا، هو فستان عادي، هو فستان سيمبل ما فيهوش اي حاجه، كانكم لابسين تي شيرت ساده واسع، خامته مريحه جدا. برضو تجنبوا الخامات اللي هي الثقيله اللي بتبقاش مريحه، لان احنا في الكليات والدروس بنبقى عايزين قطعه واحده نلبسها مريحه، لونها حلو برضو. يعني مش لازم ان انتوا رايحين جامعه او دروس يبقى انا البس بقى الوان غامقه لا، يعني عادي ان احنا نلبس الوان على فكره يا جماعه، احنا لسه صغيرين فالبسوا الوان عادي، بس طبعا براحتكم. يعني موضوع الالوان ده بجد بيبقى اذواق، فكل واحد حر. بس انا بالنسبه لي يعني فساتين كانت حاجه مهمه، وعادي في فساتين على فكره بنقشه بتبقى اللي هي فيها ورود صغيره مش عارفه ايه، مش لازم نبقى اوفر، بس يعني قصدي انه فساتين من القطع المهمه، لان هي قطعه واحده بقى، ولا هنقعد نلبس بيسك ولا هنقعد نلبس مش عارفه ايه، هي قطعه واحده بنحطها ننزل يلا بينا. دي زي ما قلت لكم بتبقى قطعه كده خلاص لبسناها شكرا. عايزين بقى تضيفوا عليها جاكيت جينز، عايزين تضيفوا عليها مثلا قميص من فوق ونربطه فيعمل كده وسط، مش بتحبوا تعملوا وسط وعايزينه ينزل كده واسع، خلاص هي قطعه واحده لبسناها. فالفساتين برضو من الحاجات المهمه، الالوان زي ما انتوا عايزين، النقشه زي ما انتوا عايزين. برضو كده خلصنا اساسيات اللبس. طبعا كل واحد على حسب بقى ذوقه بيرتاح في ايه، في ناس ما بتحبش تلبس بناطيل، في ناس بتحبش تلبس فساتين، كل واحد بقى حر. بس انا قلت لكم ايه الحاجات اللي هي ايه ملخص اللبس كله. دلوقتي على الجزم، اياكم تروحوا جزمه بباليرينا وكعوب، عشان كنت بشوف المنظر ده ساعات في الكليه وببقى اللي هو ليه، والبنت بتبقى تعبان. يعني بجد انا مره شفت بنت لابسه كعب وماشيه يا عيني تعبان. ليه يا ماما؟ احنا مش رايحين فاشن شو يا جماعه، اوكي؟ ولا الدروس ولا الجامعه فاشن شو، احنا مش رايحين فاشن شو، احنا رايحين ندرس ونتعلم وعايزين نرتاح ونكون كده ايه مرتاحين في لبسنا. فبلاش ترهقوا نفسكم، اوكي؟ هما جزمتين هتختاروا منهم واحده وشكرا على كده. يا تجيبوا جزمه كونفرس حلوه جدا وبتليق على كل اللبس، كل حاجه بتليق عليها. طبعا انا ابيض بالنسبه لي برتاح في اللون ده، بتتوسخ بتتوسخ، بتعاني مني في الجامعه والدروس بتعاني، بس انا بحب الجزم البيضاء، ما اعرفش انا ما برتاحش غير في الجزم البيضاء. بترتاحوا في الجزم السوداء هاتوها، مش بتتوسخ قوي زي البيضاء وبيبقى شكلها حلو، بس انا بحب الجزم البيضاء. فالكونفرس يعني يور بيست فريند. انا بالنسبه لي الكونفرس في المشي مش مريح، فعشان كده ايه اللي هو بلبسه لو انا يوم عارفه ان انا هروح الكليه مثلا على حصه وارجع، بس ده ما كانش بيحصل. فيعني الكونفرس لو انتوا بتحبوا الكونفرس، بس انا بالنسبه لي ما كانش مريح. فالجزمه اللي بعشقها مريحه، شكلها تحفه، تتلبس على فستان بقى، على جيبه، على اي حاجه، هي النايك الاير فورس نايك. دي بيضة بتتوسخ وبنضفها وعادي جدا، بس بجد حلوه جدا وبتليق على كل حاجه. في منها الوان كتيره بقى، يعني بصوا عيشوا. بس يعني هي جزمه كوتشي من الاخر، ده اللي انا عايز اقوله، جزمه كوتشي. ولا بقى نقعد نلبس كعب والكلام ده، بلاش يا جماعه، ريحوا نفسكم حبايبي. الجزمه الكوتشي انتوا هتبصوا على الدولاب بتاعكم وتشوفوا ايه اكتر لون كوتشي
او يعني جزمه هتليق عندكم على الحاجات اللي عندكم. انا بالنسبه لي ابيض عشان بريح دماغي ويليق على كل حاجه وخلاص. عايزين تلبسوا بيج بقى، جراي، اسود، براحتكم. بس هي جزمه كوتشي واحده، ممكن تجيبوا 2 عشان تبدلوا ما بينهم برضه، عشان لو واحده ممكن ترهق قوي، فجيبوا 2 وبدلوا ما بينهم. ممكن الاتنين ما يكونوش نفس اللون، دي مثلا واحده سودا وواحده بيضه بحيث ان انتوا تقعدوا تغيروا، بس هي كوتشي. اوكي. اخيرا وليس اخيرا بقى الشنط، انا عارفه موضوع الشنط ده بيرهقكم. هما شنطتين، مش محتاجين اكتر من كده. طبعا في الجامعه يعني انا ما اعرفش صراحه دلوقتي الاجيال بقت تعمل ايه في الجامعه، بس في ناس او في جامعات بيروحوا دلوقتي باللابتوبات بتاعتهم ومش عارفه ايه، فطبعا محتاجين شنطه كبيره. فانا بالنسبه لي السايز ده ممتاز، هو ولا كبير ولا صغير، وبتبقى بتتشال على الظهر، لانه يا جماعه الشنط بقى التوت باج ومش عارفه ايه اللي بتتشال على الكتف دي بتوجع الكتف جدا. خدوها نصيحه، انا ما كنتش بلبس غير توت باج في الجامعه اللي هي زي دي. لو انتوا مش عارفين يعني ايه توت باج، اللي هي دي، هي حلوه والله يا جماعه وكل حاجه، بس توجع الكتف قوي والله، وكتفي وجعني جدا منها. انا بشوف كل الطلاب بيشيلوها بس صدقوني كلهم كتفهم بيوجعهم. شكلها حلو، لو عايزين تجيبوها ومصرين تجيبوها هاتوها بسوسته، ياكوا تجيبوا التوت باج اللي هي ما فيهاش سوسته عشان هتندموا كل حاجه تقع من شنطتكم وهتقعدوا تدوروا على حاجتكم. فبلاش، نصيحه من اختكم الكبيره، لو يعني خلاص هتموتوا على توت باج هاتوها اهي، بس تكون بسوسته. بس انا بقول لكم هتوجع لكم كتفكم، ده لو انتوا بتشيلوا بقى كتب ولابتوب ومش عارفه ايه. فنصيحه من اختكم، هاتوا الحاجات اللي بتتشال على الظهر عشان نريح ظهرنا، مش لازم نعجز بدري بدري يا جماعه. يعني الفاشن مش لازم يبقى في الدروس وفي الجامعه. بصوا والله الشنطه شكلها حلو قوي، عادي اختاروا بقى الشنطه اللي انتوا عايزينها، بلاش بقى يعني ايه اللي هي الالوان كتيرة، يعني يا ابيض يا اسود، لا بلاش ابيض، يا اسود، يعني لون كده يليق على كل لبسكم. انا شخصيا بحب اللون ده لانه بيليق على كل حاجه، بريح دماغي. باك باك حجمها تيجي بقى بالفايلات، تيجي بالكتب، تيجي باللابتوب، التابلت، انا مش عارفه انتوا بتاخدوا ايه بجد دلوقتي، بس يعني هتكفي الحاجه الطويله اللي انتوا هتحتاجوها في الجامعه. انا كان عندي في الجامعه في ايام كده ما كانش عندنا، يعني احنا كنا بنروح بس بحتاج كراسه صغيره جدا، او ساعات ما كناش بنحتاج كراسه اصلا، يوم خفيف كده ما كانش فيه اي قلم ولا اي حاجه، فهتحتاجوا الشنطه اللي هي الكروس عشان بس نحط فيها المحفظه بتاعتنا، موبايلنا، مش عارفه ايه. بيبقى شكلها كده، بتبقى يعني بنشيلها كده كروس. اوكي. بيبقى ليها الستراب ده، بنحطها كروس كده، وده بيبقى حجمها. ما تبقاش برضو الحجم الصغير، في حجم صغير بلاش الحجم ده، لانه يعني ساعات بيبقى في كراسات ممكن تكفوها في الحجم ده عادي، اللي هي الكراسات الصغيره خالص دي، لو هنكتب نوتس او حاجه، قلم قلمين شكرا على كده. بس يعني الحجم اللي هو المتوسط ونشيلها كروس، بلاش بقى نشيل على ظهرنا، اللي هي الايام الخفيفه كده، بالذات لو اول يوم جامعه والحاجات دي مش محتاجين شنط كبيره. فالشنطه دي your best friend. فالحجم اللي انا وريته لكم في الاول او ده، الاثنين دول كفايه، مش محتاجين اكتر من كده، مش محتاجين مليون شنطه. بجد سهلوا على نفسكم الدنيا، بالذات في الاول ما تروحوش تشتروا حاجات كتيره قوي، عشان مع الوقت بتبتدوا تكتشفوا. انا اصلا ما بروحش مثلا بكتب، انا بروح باللابتوب بتاعي. ففي الاول خالص اول اسبوع اسبوعين من الكليه هو اكتشاف. يعني انا بشوف ناس كتيره بتروح تعمل شوبينج بقى، شوبينج للجامعه، بس نصيحه مني ليكم بلاش تعملوا ده. اكتشفوا الاول، شوفوا انتوا ايه الدنيا، ايه اللبس اللي ممكن ترتاحوا فيه، نظام كليتكم ايه، لان كل واحد مختلف، وعلى اساسه هترتبوا بقى تلبسوا ايه، تجيبوا ايه، مش عارفه ايه. بس دي كانت كل حاجه بجد، كل حاجه هتحتاجوها، مفيش اكتر من كده. ما تصعبوش الدنيا على نفسكم. واتمنى ان الفيديو ده يكون ساعدكم، لو اكتبوا لي في الكومنتس برضه عشان ابقى عارفه، وشيروه مع اصدقائكم. استنوا بقى الفيديو اللي هوريكم فيه ازاي تعملوا هذا الميك اب، اللي هو نو ميك اب لوك، اللي هو انا حاطه ميك اب بس مش حاطه ميك اب، فحلو جدا بجد ومش بياخد 3 دقايق على بعض. فانتظروا الفيديو ده، هينزل يوم الاربعاء ان شاء الله. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو اخر. باي باي، انيونج.